قبل ما نبدأ السيناريو بتاعنا عايز أقول لكم إن راجع لكم بقصة خيالية جامدة جدا وعالمية، شوية أكشن وإثارة هندية مية مية، وعلشان كده بطلب من حضراتكم تفضلوا معانا لنهاية السيناريو لأنها هتبقى بجد خرافية. وقبل ما نبدأ فيلمنا عايزكم تصلوا على النبي لأن ده أهم حاجة عندنا، ويلا بينا نبدأ. والسيناريو بيبدأ في حلبة ملاكمة غير شرعية، والمقاتلين كانوا نازلين في بعض طحن وتكسير، ومن ضمن المتفرجين شخص كفيف اسمه فيكتور، وكان معاه صاحبه وسام اللي بيشرح له اللعبة ومين المرجح في المصارعين انه يفوز. وبعد المباراة بيتمشوا سوا، ووسام المفروض هيوصله على البيت، وده علشان ما يروحش لوحده، وبيفضلوا يتكلموا عن حياتهم شوية. وفجأة فيكتور بيحس ان صاحبه مش جنبه، بجانب انه بيخبط في عربية شكلها غريب، وده لانه يعرف العربيات اللي في المدينة كلها. فبيرجع يشوف صاحبه اللي اختفى فجأة، بس بيخبط فيه وبيقع على الارض، وبيكتشف انه اتقتل ومش بيكون عارف ايه السبب. وفجأة بيلاقي قدامه عصابة، وبيفضل يحسس على واحد فيهم واللي بيكون اسمه راسل، وبيعرف ملامح وشه. وبنعرف ان من ضمن المميزات اللي عند فيكتور ان حاسة الشم عنده قوية جدا. وساعتها راسل كان عايز يخلص عليه، بس لما لقاه كفيف ومش بيشوف عرف ان ملوش داعي، واخد رجالته ومشى. وبعد شوية بتوصل الشرطة، وفيكتور بيحاول يقنع المحقق انه هيقدر يوصل للقاتل، وده لانه عارف ريحته. بس المحقق طبعا مش بيقتنع بكلامه، وبيقول له بقى انت عايزنا نسيب اللي ورانا واللي قدامنا ونمشي ورا واحد مش بيشوف زيك، والمفروض انه هيوصلنا للقاتل الحقيقي. وبيعرفه انه بيضحك على نفسه وينسى الموضوع ده تماما. وتاني يوم في مراسم العزاء فيكتور كان موجود في بيت صاحبه، وكان زعلان جدا من نفسه، وده لانه ما قدرش يجيب له حقه. وفي الوقت ده بيوصل القاتل راسل، وفيكتور بيشم ريحته وبيبقى مش على بعضه، وبيكون متأكد ان القاتل موجود. وعلشان كده طلع يشوف العربية بتاعته ولقاها فعلا هي. وبنعرف ان راسل متعود يقتل ضحاياه ويحضر العزاء بتاعهم. وفي الوقت ده فيكتور كان بيحاول يبلغ الشرطة، بس للأسف رجالة راسل بتهجم عليه وبياخدوه معاهم، وبيطلعوا بيه عند مصنع الكيماويات بتاع راسل. وهناك راسل بيقول له انت مين يالا وحكايتك ايه، وبعدين انت هتفضل تدور ورانا كتير كده. وبيعرض عليه انه يسيبه عايش مقابل انه ينسى اللي حصل لصاحبه، وده يا اما هيحصله. وبيعرفه ان سهل عليه يقتله، بس صعبان عليه لانه كفيف، وهو لما بيحب يقتل حد لازم يكون شايفه. فبيقول له فيكتور انا مش هقدر انسى اللي انت عملته في صاحبي، ومش هسيبك غير لما اسجنك وانتقم منك. فبيقول له انا كنت عايزك تفضل عايش، بس انت اللي مش عايز. وبيؤمر رجالته يحطوه في حوض مليان بمواد كيماويه وبيتحلل قدامه. وراسل بكل جبروت بيصور اللحظه دي وهو مستمتع، وبنعرف انه شخص سيكوباتي ومجنون. وبيؤمر رجالته اللي يتبقى من الجثه يرموه بعيد عن هنا، وده علشان يبعدوا الشبهات عنهم. وبنشوف قدامنا رجل الاعمال وقتال القتله في نفس الوقت توني، واللي يبقى ابو راسل، وبينزل لابنه وبيقول له انا عرفت باللي انت عملته ومش متضايق منك ولا زعلان، وعايزك تكمل في اللي انت بتعمله ده، علشان ده هيفضل مخلينا اسياد السوق، والناس كلها هتخاف مننا وتعمل لنا الف حساب، بجانب اللي ليه حاجه عندنا يجي ياخدها. وبيطلب منه الجريمه اللي يعملها ما يسيبش وراه اي اثر. فبيقول له ابنه بس الشرطه كلها معانا هنخاف من ايه. فبيعرفوا انهم مش عايزين يعملوا عليهم ضغط، كفايه انهم بيخدموهم وشغالين عندهم، وعلشان كده لازم نكون اذكياء في اللي احنا بنعمله، وده علشان الدنيا تبقى سهله علينا كلنا. وعلى الجانب التاني الناس بتشوف جثه في قلب النهر وبتبلغ الشرطه، وبعد ما بيحللوا عينه منها بيعرفوا انها بتاعت فيكتور، وبيبلغوا اخوه الكبير بيتر، واللي بنعرف ان بعد وفاه والدهم بقى هو الكل في الكل وصاحب القرار الاول. وكان زعلان جدا على موت اخوه وعايز يجيب له حقه باي شكل من الاشكال، بس للاسف ما يعرفش مين اللي قتله. وعلى الجانب التاني في ايطاليا بنشوف وحش الوحوش ماركو، واللي بيبقى اخو فيكتور، وبيعرف بخبر قتل اخوه. وبنعرف ان ماركو مش انسان طبيعي لكن وحش، وفي ضرب اعدائه ما بيشبعش. وبنشوفه هو بيتقاتل مع عصابه وبيعمل منهم كنافه حرفيا، ولما اصحابهم بيجوا بيديهم، وما شاء الله عليه الضربه اللي بتطلع منه عارفه هي رايحه فين. وبيفضل يضرب فيهم من غير رحمه، وبيكسر في عظمهم وبيدمرهم على الاخر، وبيولع السيجاره بتاعته وبينزل فيهم ضرب وتلطيش، وبيبقى وحش مخيف. ومن ضمن الحاجات اللي بيعشقها انه يحط اعدائه في رغيف. وبنروح للعزا بتاع فيكتور، وراسل المجنون بيوصل هو ورجالته وابوه، وده علشان يحضروا العزا. وبيتر بيطلع يقول كلمه عن اخوه، بس في الوقت ده بيوصل الغول واللي شاغل تفكيره انه يجيب حق اخوه من اللي قتلوه. ولما العصابه بتشوفه بيعرفوا انهم داخلين على جحيم ومش عارفين هيخرجوا منه ازاي. وبيطلع يقول كلمه وبيعرف الجميع
بيرجع إن أخوه ده كان ابنه وبيحبه أكتر من نفسه ومش قادر ينسى اللي حصل له، وجاي مخصوص هنا علشان يرجع له حقه ومش هيهداله بال غير لما ينتقم من اللي خلصوا عليه. بس بعد مراسم العزا أخوه بيقول له اسمع يا ابني، إحنا مش عايزين مشاكل والشويتين بتوعك دول مش هينفعوا هنا، وده لأن في عيلة مسؤولة مني ومش عايز أدخلهم في مشاكل كتير، وبعدين أنت أبوك هربك زمان من الهند بسبب المصايب اللي أنت بتعملها، وأنا مش هسمح لك دلوقتي إنك تدخلنا في صراعات ملهاش لازمة. بس بيقول له أنا مش هقدر أنام وحق أخويا لسه ما جاش، خصوصا إنه كان بيحبه جدا، وبنعرف إن من أكتر الأشخاص اللي كانوا زعلانين على موته هي مراته عائشة، واللي كانت نفسها حق جوزها يرجع لها، خصوصا إنها كانت بتحبه جدا وكانت حامل منه، بس للأسف مات قبل ما تبلغوا خبر حملها، وبتفتكر الذكريات الجميلة اللي عاشوها سوا. وبعد شوية توني ابن الصيعة قرر إنه يبعد الشبهات عنه، خصوصا بعد ما شاف ماركو وعرف إنه شخص مش سهل، وعلشان كده راح يعز بيتر وعرفه إنه بيعرض عليه صفقة وهي إنه يشاركه في التجارة بتاعته. بس بيوصل ماركو وبيقول له أنت ما عندكش دم، أخونا لسه ميت وما نعرفش مين اللي قتله، وأنت جاي بتعرض صفقات. بس واحد من رجالة توني بيهزر وبيقول له الحي أبقى ابن الميت، فبيخبط دماغه في الترابيزة وبيقول له ما تهزرش تاني يا ابن الظريفة، وعرفهم إن مفيش صفقات أو شغل غير لما حق فيكتور يرجع. وهنا قرر ماركو يعتمد على نفسه ويحقق في موت أخوه، خصوصا بعد ما اتأكد إن لا أخوه ولا الشرطة هيوصلوا لحاجة، وعلشان كده دور في أول مكان وهي صالة الملاكمة الغير شرعية اللي أخوه صاحبه كانوا آخر مرة فيها. ولما بيدخل كل اللي بيتفرجوا كانوا مستغربينه ومش عارفينه في نفس الوقت، وبطلنا كان كاريزما في نفسه وبيعرف إن الملاكم اللي في الحلبة إن كل يوم موجود وقوي جدا ومحدش بيقدر يغلبه، وعلشان كده بطلنا قرر يدخل له الحلبة ويعلمه. بس طبعا الملاكم كان شايف نفسه شويتين، ما يعرفش إنه غلبان وماركو هيفلقوا نصين، وفعلا بيضرب فيه وبيقول له قول على نفسك يا رحمن يا رحيم، ومش بيرحمه خالص، ومن كتر الضرب خلاه يقول حاضر وامين. بس اصحابه مش بيعجبهم اللي حصل وبيدخلوا يضربوا ماركو، بس ما يعرفوش انه هيقدرهم، واللي بيقرب عليه بيقسموا نصين، وفضل يضرب فيهم لحد لما علم عليهم وبياخد الملاكم معاه، وده علشان يعرف ايه اللي حصل لاخوه صاحبه. بس بيفضل يقول له اي كلام، وده لانه مش عارف حاجه ومش فاهم هو بيتكلم عن ايه، وبيقول له انا مجرد ملاكم بتقاتل مع الناس وبكسب وباخد فلوس ومعرفش حاجه عن القصص اللي انت بتحكيها دي. ولما حس ماركو انه مش هيوصل معاه لحاجه وده لانه ما يعرفش حاجه اصلا، قرر يسيبه. وبنشوف توني وهو قاعد مع ابنه المساعد ديف، وده بعد ما عرف ان ماركو راح عند حلبة الملاكمه وتاكد ان شويه وهيقدر يوصل للحقيقه، وعلشان كده لازم يخلصوا الموضوع ده. وبما انهم مش هيقدروا على ماركو فبيطلب من ديف انه ياخد سبائك الذهب دي ويطلع بيها عند بيتر ويعرفه ان دي هديه بسيطه من توني، وده علشان يتخطى حزنه على اخوه، بس لما يبقوا لوحدهم يقتله، وده هيبقى اخر انذار لماركو، وده يعني لو فكر يقف قدامهم. وفعلا ديف بيقابل بيتر وبياخده معاه في العربيه وبيفضل يتكلم معاه لحد لما بيوصلوا عند اشاره المرور وبيطعنه بالسكينه اكتر من مره وبيخلص عليه وبيهرب. وماركو بيوصل له الخبر وبيطلع على المستشفى، بس بنكتشف ان بيتر لسه عايش وفي العنايه المركزه. وبيوصل توني وطبعا كان مفكر ان بيتر مات، لكن لما بيعرف انه لسه عايش بيخاف ورجله مش بتشيله، وبيقول لاخوه كويس انه لسه عايش وانا فرحان له جدا، بس بينزل وهو غضبان وبيفضل يزعق لديف وبيضربه وبيقول له انا بعتك تقتله ولا تخبطه خبطه توديه المستشفى، وبيعرفه انه لما يفوق هيعرف اخوه كل حاجه وبكده مش هيرحمنا، وعلشان كده احنا لازم نخلص من ماركو في اسرع وقت، وده علشان نقفل القصه دي بقى ونركز في شغلنا. وفعلا بيبداوا في تنفيذ الخطه، وراسل بيكلمه وبيعرفه انه تقريبا لقى المشتبه فيه في قتل اخوه وبيعرفه على مكانه، وهو طبعا ما صدق وبياخد صاحبه وبيطلعوا معاهم في العربيه وبيفضلوا يمشوا وسط الغابه. وفجاه ديف بيخنقه وراسل بيعرفه لو عمل اي قلق هيقتله، وبيقول له انت بقالك كتير نفسك تعرف مين اللي قتل اخوك صح؟ احب اعرفك انه انا وشفته هو بيتحلل قدامي، ومش بس كده ده انا صورته كمان فيديو حتى، شوف كده جميل صح؟ وبعدين ما تقلقش اخوك مش اخر واحد يموت في عيلتكم، وده لانك هتحصله دلوقتي. وبيثبته في الغابه وبيعرفوا راسل انه مش شخص عادي لكن ده زعيم كبير، وعلشان كده هيموته موته تليق بيه. وواحد بيجيب منشار وبيأمره انه يقطعه حتت صغيره، بس بطلنا ما تهزش وكل الكلام ده مش بيهمه، وده طبعا بيضايق راسل جدا، وعلشان كده قرر ان هو اللي يقتله بايده وبيمسك السكينه وبيقول له انت مفكر ان احنا بنتكلم بس ولا ايه؟ لا احنا رجاله قوي. وبيأمر الراجل بتاعه يقطع دراع صاحبه علشان يثبت له انهم قد الكلام اللي بيقولوه، وفعلا بيعمل كده. وماركو ما كانش مصدق اللي شايفه،
وراسل بيأمرهم يخلصوا عليه، بس ما يعرفوش انهم صحوا الوحش اللي كان نايم من سنين، وبيمسك السكينة في بقه وبيدبح فيهم كلهم، وده من غير ما يستخدم ايديه ورجليه، وده لانهم مربوطين. ولما بيهجموا عليه بيفك نفسه وبيقوم والغل مال عينه وقلبه، وبيدبح وبيقطع وبيخرط وبيخرم فيهم لحد لما بيخلص على رجالته، وبيروح عند راسل وبيفضل يضرب فيه لحد لما بيطلع عينيه وبيبقى مش قادر عليه، وبيمسك المنشار وبيقطع في كل رجالته بطريقة وحشية جدا، وبينتقم منهم كلهم لحد لما بيوصل عند راسل ولسه هيخلص عليه، فبيعرفوا ان مرات اخوه عنده، ولو حصل له حاجة هتموت هي واللي في بطنها، وعلشان كده مش بيرضى يقتله وبيسيبه وبيمشي، بس بيروح عند دراعه اليمين ديف وبيخطفه لانه متأكد ان عارف مكانها، وبيحطه في كونتينر وبيكون فيه قنابل غاز في كل مكان، وبيعرفه لو ما قالوش على مكانها هيموت من الخنقة. وفي البداية مش بيرضى يقوله، لكن بعد شوية عذاب بيكلمه وبيعرفه انها في قصر توني، فبيقول له شكرا يا حبوب، وبيفجر الكونتينر وبيوصل عند بيت توني، وده علشان ينقذ مرات اخوه. وهناك بيقابل شوية رجالة بس بيوديهم على القبر على طول، ومع انهم كتير بس بطلنا مش بيفرق معاه اعداد، وبينزل فيهم ضرب من غير تفكير، وبيشرب السيجارة بتاعته في وسط العركة وبينزل فيهم ضرب وتلطيش ومفيش ولا ضربة بتيجي فيه، وبيفضل ماشي يضرب فيهم لحد لما بيطلع على السلم وبيدبح في اي حد يقابله وبيضرب فيهم بغل لحد لما بيخلص عليهم. ولما بيطلع على السطح بيشوف مرات اخوه، بس الصدمة لما بيكتشف انها واحدة تانية، وتوني بيوصل وبيسقف له وبيعرفه انه فخور بيه ومبهور في نفس الوقت، لان اللي بيعمله ده مفيش انسان عادي يقدر يعمله، وبيقول له تعرف احنا لو في ظرف تاني ما كنت سبتك غير لما اشتغلت معايا، بس يلا ملناش في ماركو نصيب. وبيقول له انا هعرض عليك عرض نهائي، وهي انك تروح تاخد مرات اخوك اللي هي حاليا مع راس الابني وتنسى كل اللي حصل، علشان صدقني النهايه هتبقى خساره ليك مش لينا، لان احنا كتير قوي يا ابني وانت مجرد فرد لوحدك، اي نعم قوي وتقدر تقف قدام جيش، بس في النهايه نفسك هيخلص، لكن احنا نفسنا طويل وملوش نهايه. وهنا قرر ماركو يمسك اعصابه لان مرات اخوه معاهم، وراح عند راسل وبيكون معاه شنطه وبيعرفوا ان دي هديه بسيطه ليه، ولما بيفتحها بيلاقي دراع ابوه وبيقول له ابوك فضل يتكلم معايا كتير قوي ويديني في نصايح ويعظم فيا وعرفني اني مش قدكم، بس كل الكلام ده ما شغلنيش. وبيعرفوا ان ابوه دلوقتي متكتف في مكان وبينزف دم كتير جدا وقرب يموت، ومفيش غير حل واحد بس علشان يعيش، وهو انه يروح وينقذه بسرعه. وبيشرب السيجاره بتاعته وبيحس بالانتصار. ولما بيوصل راسل عند ابوه بيلاقي المكان كله متفجرات، وبيقدروا انهم يفككوا المتفجرات دي، بس بيلاقوا واحده تحت الكرسي اللي قاعد عليه ابوه، وبيلاحظوا ان مفيش وقت، وراسل بيضحي بابوه وبيهرب والقنبله بتفتته، والابن بيزعل على موت ابوه جدا، ومن كتر زعله الغضب بيملى قلبه وبيقرر يجيب حق ابوه من اللي قتله وهو ماركو، بس بيعرف ان مفيش غير شخص واحد بس يقدر يجيب حق ابوه وهو عمه سيريوس، واللي بيبقى بقى يا سيناريو يا جميل غير كل المجرمين دول، وده لانه جزار بالمعنى الحرفي، والمتعه بالنسبه له هو تقطيع اعدائه، وبيبقى اكبر مجرم في عيله توني كلها. وراسل بيحكي له اللي حصل فبيقول له ما تزعلش نفسك، انا هجيب حقك وحق ابوك وهرجع كرامه عيلتنا من تاني. وبيقعد يخطط ويتكتك ازاي هينتقم منهم، وبيلاقي انسب وقت يخلص عليهم يوم ولاده عائشه، وده لانهم هيكونوا مش مركزين غير معاها، وهم هيستغلوا الفرصه دي وهيروحوا يخلصوا عليهم. ويوم الولاده بتوصل العصابه وبيفصلوا الكهرباء عن البيت، وساريوس امر رجالته يدخلوا هم وهو هيستناهم هنا، بس بيتر كان واقف لهم وقفه اسد، واللي بيقرب من البيت بيخلص عليه وبيخرم وبيدبح فيهم، بس طبعا في النهايه بيتعب من اللي بيعمله. وهنا قرر سيريوس الهجوم على البيت وبيمسك بيتر يعدمه العافيه، وماركو بينزل يدافع عن اخوه، بس ما يعرفش ان سيريوس وحش وهيطلع عين اللي جابوه، ومن كتر الضرب بيبقى مش قادر يتحرك، وبيجيب كل اللي قاعدين في البيت وبيسأل عن عائشه، ولما مش بينطقوا بيفضل يعذبهم بالبطيء، بس بيسمع صوتها وبيطلع لها على فوق وبيقول لها مبروك يا ست البنات، وبيخلص على الممرضات وبيقول لها ما تقلقيش محسوبك جزار بس خريج تمريض، وبيولدها. ومش بيكتفي بكده، لا ده كمان بيقتلها وبياخد ابنها، وبينزل تحت بيخلص على كل عيلة ماركو وقلبها مذبحة وسابه في وسطهم حي، وده علشان يعيش الألم. وبيفضل قاعد مش بينطق لحد لما بيقوم ياخد دش وبيحلق شعره، وقرر انه ينهي اللعبة دي للأبد، وبيلبس بدلته وبيولع سيجارته وبيطلع على مصنع الكيماويات بتاع توني، لانه عارف ان سيريوس ورجالته هناك، وبيبدأ الحفلة بانفجار وبيولع فيهم، ولما بيحاولوا يوقفوه بيطير فيهم وبيتحول لغول، وكل اللي عايز يوصل لسيريوس ويخلص عليه، بس رجالته كانوا كتير
كتير، وماركو شغال فيهم تكسير من غير تفكير، وبيطير فيهم لحد لما بيلاقي الطفل وبيقلع القميص وبيمسك متعدد وبيخرم فيهم كلهم حرفيا، وبيخلص على كل رجالته وبينزل له جري، بس راسل بيديله واحده وبيوقعه، وكانوا مفكرين انهم خلاص قضوا عليه، غلابه ما يعرفوش ان نهايتهم هتبقى للجحيم، وبيقوم يكسر فيهم الاتنين وبيفضل يضرب في راسل لحد لما بيقتله بطريقه وحشيه جدا. وهنا ساريوس عرف المصير اللي مستنيه، فبيمسك الطفل وبيحطه عند الحمض وبيهدده لو ما مشاش هيرميه، بس بطلنا مش بيديله فرصه وبيقطع له رقبته، وبينقذ الطفل اللي شاف بلاوي كتير وده وهو لسه في اللفه، وبينقذه وبياخده ومعاه الكلب بتاعه وقرر يربيه. وهنا بينتهي فيلمنا الجميل، ودي كانت نهايه السيناريو الجميل بتاعنا، بس مش نهايه ملخصاتنا اكيد. ولو عجبتكم الحلقه دي ما تنسوش تدعمونا باشتراك ولايك وتعليق جميل علشان يوصل لكم كل جديد، وشكرا.